مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أحبتي في الله، السلام عليكم ولادي وبناتي، خوتي خواتاتي. نطلب من الله تكونوا كاملين بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله. قبل ما نبدي في الفيديو نقول لكم جزاكم الله خيرا على الدعم المستمر، وعلى الإخوان والأخوات اللي يدخلوا معايا مؤخرا نقول لهم الله يجعلها في ميزان حسناتكم، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم الفيديو ديال اليوم غادي يكون ساهل وبسيط. تقدروا ديروه عشاء، تقدروا ديروه غدا، تقدروا ديروه سحور، بما انه رمضان راه الابواب ان شاء الله. يعني اسهل ما يكون. الا كان عندك البيض والكبده ديال الدجاج ولا الكبده العاديه، المهم انا غادي نديرها بالكبده ديال الدجاج، وهي كتجيب الكبده ديال الدجاج اكثر، والبيض عادي. هنايا الربيع، القزبر المعدنوس انا كان عندي هنا في كونجيلاتور. العطريه دايره شويه ديال الثوم غبره، شويه ديال الثوم غبره، الخرقوم، الفلفله كحله، السكينجبير ولا الزنجبيل، الملحه، الفلفله الحمراء، وشويه ديال راس الحانوت اللي بغا، واللي ما بغاش بلاش بلا ما يدير. حتى الثومه ديجا راني هانتوما تشوفوا راني غادي نسلقها مع الكبده. يعني اللي ما بغاش يدير الاخر الثومه بودغ ما يديرهاش، الثومه ديك الغبره ما يديرهاش، يدير غير هذه هكذا. غادي انا دركا غادي نسلق، راني من قبل راني دايره هنايا الماء، هانتوما تشوفوا الماء كيغلي باش ما ياخذليش الوقت، وغادي ندير فيه هاد الكبده تسلق، وغادي نتلاقاو ان شاء الله. هانتوما تشوفوا هي الكبده ديالنا، ها هي راها تغلي، غادي نخليها واحد الخمس دقائق المهم، ولا قل غير هكا. المهم راكم عارفين الكبده فوقاش في الساعه كطيب، واحد الخمس دقائق هكذا ولا مع دوك الثوم. ها هو غادي نخليها وغادي نقطعها ان شاء الله. ها هي الكبده من بعد ما سلقتها وقطعتها هكذا طريفات صغار بحال هكا. انايا الطاجين هذه غادي، هاد الاكله غادي نديروها طاجين، وان شاء الله من بعد راني غادي ندير معكم واحد الاكله وحده اخرى خفيفه ظريفه بعدا بالكبده ان شاء الله والبيض. هنا درت زيت الزيتون، وغادي نحط فيها هاد الكبده بحال هكا. هذه المهم كما قلت لكم هذه خفيفه ومغذيه. هنايا هاني فقست البيض، دوك البيضات هاني درتهم هنايا، غادي نضربهم شويه، ندير شويه ديال الربيع، غادي نخلي واحد شويه غير للتزيين. غادي ندير هذيك العطريه ديالي كامله، غادي نضربها هكا كما قلت لكم، خفيف ظريف. هذه اكله ديال اخر لحظه، غادي نضربها مزيان. هاد الكبده غير واحد شويه هكا في زيت الزيتون، دير فيها ديك زيت الزيتون غير واحد شويه ملي كيكون هكذا طاجين سخون بحال، غير نحمروها غير واحد شويه يعني، ولا ما حمرتوهاش ماشي مشكل. وإلا ما كانش عندكم طاجين ولا ما باغيينش ديروا الطاجين، ولا تقدروا ديروها غير في مقله. هانتوما ونخويو عليها هاد البيض هكا، ونخليوه يطيب. ما في الساعه كيطيب يعني، ماشي غير لما يشد داك البيض راسو، لان ديجا راها كيقولوا له الكبده راها طايبه، غير على داك البيض ما يشد شويه راسو، ونطفيو لها ان شاء الله. ها هو من بعد ما طابلنا هذاك الطويجينه ديالنا ولا لومليت ديالنا، كما قلت لكم تقدروا ديروه في الاخر في المقله ويجي على شكل اومليت، ولا ديروه هكذا في الطاجين. بغيتو تاكلوه مجموعين تبارك الله، ما بغيتوش تاكلوه مجموعين تقدروا كل واحد هكذا يهز الطريف ديالو. بسم الله هكذا. هانتوما تشوفوا كما قلت لكم اكله كتجي غزاله على كيقولوا له
يعني في حدود 10 دقائق بحال هكا كديري طويجينه غزاله غزاله. ولا كديري اومليت عادي. الا كانت اومليت غادي تطيب اقل من 10 دقائق. المهم ها هو الطريف ديالنا، نردوه للطويجينه باش ما يبردش. كانت النهايه ديال الفيديو، نطلب من الله يكون فدتكم في هذه الوصفه هذه. وصفه سهله ومغذيه، الاهم انها مغذيه. هذه الوصفه هذه تجي غدا، تجي عشاء، تجي سحور. المهم بالنسبه حتى للطلبه ولا هكذا الموظفين اللي هكذا على برا، يعني ماشي مع العائلات ديالهم، هذه راها سهله. وكما قلت لكم تقدروا ديروها في المقلاة، تقدروا ديروها في الطاجين. اللي مهم انها مغذيه وسهله وكتوجد في اسرع وقت. نتمنى من الله نكون فدتكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. احبكم في الله، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.